السلام عليكم، رجعنا بفيديو جديد والنهارده هنتكلم عن حرب بين شركه واحده نفس الفئه السعريه وهو النوت 10 والنوت 11. فالنهارده بدون كلام كتير هنشوف ايه المميز هنا وايه العيوب هنا، فما تنساش الاشتراك ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه كده لو هنتكلم عليها وهو التصميم والخامات. معلش طبعا انا حاطط هنا سكن على النوت 10 وقلبي مش جايبني بصراحه اني اشيله، بس لو هنبص هنا عموما هتلاقي النوت 10 مختلف في اللون وشكل الكاميرات. يعني النوت 11 هنا هتلاقي اللون بتاعه مط شويه، وطبعا الاتنين هنا جايين من البوليكربونات او البلاستيك. وزي ما قلنا قبل كده ان الفئه دي هي اللي بتحكم على ان الماتيريال تلاقيها بلاستيك، وزي ما مش هتحس بماسكه بريميوم هنا، بس طبعا هنا هتلاقيه محمي اكتر من الصدمات والكسر اكتر من الازاز. ولو على الماسكه البلاستيك هنا اللي مش عاجباك ممكن تحط له سكين هنا، وفي انواع كتير جدا وممتازه ممكن تغير من ملمس التليفون. يعني عندك هنا مثلا جلد التعبان اللي هيحسسك انك ماسك تعبان في ايدك، ودي حاجه جميله جدا. وعندك طبعا هنا نفس توزيعة الزراير المعتادة من شاومي. عندك أزرار الباور اللي مدمجة فيها أزرار البصمة، وعندك أزرار الصوت، وعندك من فوق هنا الاي ار، وعندك السماعات الخارجية، وعندك هنا ال 3.5، ومن الجناب هنا عندك درج شرايح. ولو هنبص تحت هنا هتلاقي عندك التايب سي والسماعات الخارجية و 3.5 للنوت 10، مع وزن أتقل هنا في النوت 10 أكتر من النوت 11. فالخامات واحدة والتصميم متقارب جدا باختلاف بسيط في الكاميرات. لو هنتكلم بقى عن النقطة التانية وهي الشاشة، لو هنبص على النوت 10 هنا فجايب شاشة 6.43 من نوع AMOLED فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل انش. طبعا هنا جايب ريفرش ريت 60 هرتز. طبعا الشاشة هنا جميلة جدا، الوان، تشبع، وضوح، تفاصيل. الشاشة هنا هتستمتع حرفيا على المحتوى اللي عليها. ولو هنبص هنا على النوت 11 نفس هي شاشة النوت 10، نفس الحجم 6.43 من نوع AMOLED فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل انش. هي الشاشة، لكن لو هنبص هنا بقى للتردد بتاع الشاشة بقى 90 هرتز، ودي حاجة ممتازة جدا. فالشاشات هنا ممتازة جدا وافضل حاجة ممكن تمسكها في الفئة السعرية دي بدون منافس من شركات تانية. وطبعا لو هنتكلم عن النقطة دي فطبعا هتروح لصالح النوت 11 علشان تردد الشاشة. ونيجي بقى للنقطة اللي عليها خلاف كبير جدا وهو الاعتاد الداخلي. لو هنبص على النوت 10 هنا فجايبه معالج من سناب دراجون 678 بتقنية ال 11 نانومتر مع معالج رسومي ادرينو 612. هتاخد اداء كويس جدا على الفئة دي من حيث التصفح والتنقل، مفيش اي لاج او تقصير من المعالج. ولو هنتكلم عن الالعاب هنا فالالعاب شغالة زي الفل، مفيش اي مشكلة. اي لعبة هنا هتشتغل عادي جدا. بابجي هنا هتشتغل على الاتش جي، بس طبعا هتلاقي بعض سقوط الفريمات بس مش كتير. بس هنا الاداء ممتاز جدا، بس هنا التجربة مش هتشتكي من اي حاجة، فالاداء هنا ممتاز جدا. على الطرف التاني بقى لو هنلاقي النوت 11 هنا جايبه معالج جديد من سناب دراجون وهو 680 بتقنية 6 نانومتر، ودي حاجة كويسة جدا عكس النوت 11 اللي جايب 11 نانومتر. يعني هيحافظ هنا على الطاقة اكتر مع معالج رسومي ادرينو 610. الاداء هنا مع اختلاف الاسامي لكن هو مفيش اي اختلاف في الاداء. التصفح والتنقل ولما تخش من تطبيق وتطلع من تطبيق هو مش هتحس باي اختلاف. ممكن هنا تلاقيه اسلس شويه وده بيرجع علشان تردد الشاشه. اما في الالعاب تقريبا واحد، مفيش اي مشكله باستثناء بابجي هنا طبعا للاسف هتلاقيها بتشتغل على الميديم، وده بيرجع علشان زي ما قلنا ان المعالج هنا جديد. يعني اقصى حاجه هنا بابجي هتوصل لها 28 فريم، فلازم تستنى حضرتك ابديت علشان يشغل لك المعالج على اقصى امكانياته، لانه طبعا زي ما قلنا هيقدر يشغل بابجي اعلى من كده بكتير. فالاداء هنا متقارب جدا، او بالاصح هو مفيش اي اختلاف في الاداء.
ولو هنيجي بقى للكاميرات، لو هنبص للكاميرات الاماميه هنا، النوت 10 هنا جايب كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل زي النوت 11 بالظبط، مفيش اي اختلاف، باختلاف طبعا معالجه الصور ما بين المعالجين. اما الكاميرات الخلفيه هنا، عندك النوت 10 هنا جايب اربع كاميرات خلفيه، كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه 1.8، وطبعا عندك ال 8 ميجا بكسل للتصوير العريض، و2 للماكرو، و2 للعزل. اما لو هنتكلم عن النوت 11 فجاي 50 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، وزي الثلاث كاميرات التانيين 8 ميجا بكسل للتصوير العريض، و2 ميجا بكسل للماكرو، و2 ميجا بكسل للعزل. فالكاميرات الخلفيه في الجهازين عاجبني جدا، بتاخد هنا تفاصيل ممتازه جدا في الصور والوان متشبعه، يعني هتحس انك كل شويه عايز تصور بالموبايل. بس طبعا زي ما قلنا قبل كده ان لازم الاضاءه عندك تكون مثاليه، سواء اضاءه نهار او اضاءه قويه، علشان زي ما قلنا كل ما الاضاءه هتقل كل ما هتلاقي الالوان بقت باهته هنا وهيظهر لك النويز. ونقطه برضه مش عاوزين ننساها واحنا بنتكلم عن الكاميرات، طبعا النوت 10 هنا بيدعم تصوير الفيديو 4K على عكس النوت 11 اللي افتقد الخاصيه دي واخره 1080. طبعا نتكلم عن السماعات الخارجيه، فالاثنين جايين بسماعات ستيريو، بس طبعا لو هتلاحظ هتلاقي سماعات النوت 11 هنا اعلى بفرق ملحوظ عن النوت 10. ولو هنتكلم برضو عن البطارية هنا، لو هنتكلم عن النوت 10 فجاية بمساحة او بحجم 5000 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط اللي بتشحن في حوالي ساعة. ولو هنتكلم عن بطارية النوت 11 هي ال 5000 ملي امبير مع نفس سرعة الشحن 33 واط، لكن هنا المميز زي ما قلنا ان المعالج هنا بتقنية ال 6 نانومتر فهيحافظ اكتر على البطارية. ففي المجمل البطاريتين كويسين الى حد كبير. من الاخر كده الموبايلين ممتازين جدا. لو هنتكلم عن نقطتين ما حبيناش نتكلم عليها وهي الشاشه، لو بصينا للشاشه بتاعت النوت 11 هنا هتلاقي الالوان مشبعه اكتر من النوت 10، وده ناس بتحب كده وناس بتحب كده. والنقطه الثانيه وهي الكاميرا، هتلاقي صوره هنا بتبقى مصفره شويه وهنا مزرقه شويه، وطبعا في ناس بتحب كده وناس برده بتحب كده، وانت كده كده تقدر تتحكم في اعدادات الكاميرا. فدي نقطتين ما حبيناش نتكلم عليها لان زي ما قلنا ناس بتحب كده وناس بتحب كده. لكن لو هنتكلم بقى عن الفروق الجوهريه، لو بصينا للنوت 11 هنا هتلاقي السماعات اعلى من السماعات اللي موجوده في النوت 10. ولو هنتكلم عن النقطه الثانيه وهي الشاشه، جايه هنا بريفرش ريت 90 هرتز على عكس الموجود في النوت 10 60 هرتز، فدي نقطه حبينا برضو نوضحها. لكن لو هنتكلم عن الاداء متقارب الى حد كبير، مفيش اي اختلاف. لكن زي ما قلنا النوت 11 جايبه معالج جديد، فطبعا لعبه بابجي بالذات هتلاقيها بتشتغل على ميديوم على عكس النوت 10 بتشتغل على الاتش دي. فدي كانت الفروق الجوهريه ما بين التليفونين. فزي ما قلنا التليفونين ممتازين جدا. فده كان فيديو بسيط مقارنه ما بين النوت 10 والنوت 11. اهم حاجه ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.